في سؤال كده ساعات الواحد يقف عنده، هل حد ممكن يقضي 32 سنة بيدور على إجابة لسؤال واحد بس؟ السؤال مهم فعلا. تخيل إن بولس الرسول نفسه اللي كتير فاكرين إن هم عارفينه كويس قوي، هو عمل كده. قضى عمره كله تقريبا بيتعمق في إجابة سؤاله الأول للمسيح: مين أنت يا سيد؟ بلاش تحتار، هنساعدك تختار المنيو، وقتك دهب، اختار اللي ينفعك. أهلاً بيكم في بودكاست المنيو، المكان اللي هيساعدكم تختاروها تتعلموا إيه. والكورس اللي معانا النهاردة بيغوص فعلا في شخصية بولس دي. الهدف إننا ناخد لمحة سريعة عن الصورة الأقرب لبولس الحقيقي. خلينا نبدأ بأول نقطة، شخصيته المركبة دي. دي حتة مهمة جدا. بولس ما كانش قالب واحد، يعني هو بيقول عن نفسه فريسي ابن فريسي، عبراني من العبرانيين، متمسك جدا بالناموس بالتقليد. وشايف نفسه صح الصح، اللي هو الفريسي التقي المخلص ده. تماما، نوع معين كده من الفريسيين هنتكلم عنه أكتر في الكورس. وفي نفس الوقت معاه جنسية تانية خالص، روماني. ودي بقى استخدمها كتير، يعني ما كانش مجرد باسبورت معاه وخلاص. لا طبعا، كانت بتديله حقوق، استخدمها بذكاء عشان يكمل كراسته، زي ما استنجد بقيصر مثلا. وفوق كل ده كان كمان متأثر وملم بالثقافة اليونانية عشان اتربى في طرسوس ودرس هناك. كوكتيل غريب شوية. هو ده اللي مكنه بقى. التركيبة دي هي اللي خلته يعرف يوصل رسالته لكل الناس دي، لليهودي ولليوناني. يروح أثينا يكلم الفلاسفة الرواقيين والأبيقوريين، يستخدم لغتهم ومفاهيمهم، زي حكاية الإله المجهول دي. بالظبط كده. وده يودينا لتاني نقطة مهمة قوي في الكورس، الغيرة بتاعته. بولس كان عنده حماس أو غيرة يعني مش طبيعية. نار قايدة جواه. فعلا. في الأول الغيرة دي كانت متوجهة ضد الكنيسة، كان بيضطهد المسيحيين وبيفتكر إنه كده بيخدم ربنا. دي حقيقة ممكن تصدم ناس كتير إنه كان بالصورة دي. لكن اللي حصل بعد ما قابل المسيح، الغيرة دي، الحماس ده، الطاقة دي كلها ما اتطفتش، لا خالص. بس اتغير اتجاهها. بدل ما كانت ضد الكنيسة، بقت عشان الكنيسة ونشر الإنجيل في كل حتة. نفس الحماس اللي خلاه يسافر دمشق عشان يقبض على المؤمنين، هو اللي خلاه يلف العالم ويتعرض لكل أنواع الآلام والتعب والسجن عشان يوصل رسالة المسيح. الغيرة دي يعني اتقدست وتوجهت صح. وده يخلينا نفكر في النقطة الثالثة، وهي إن رحلة بولس ما كانتش بس لحظة تحول وخلاص. مظبوط. يعني بعد ما آمن مش فجأة بقى بولس الرسول العظيم اللي نعرفه. لا خالص، ده قضى سنين، حوالي 3 سنين في العربية، بيستعد لخدمته الكبيرة للأمم. معرفته بالمسيح فضلت تكبر وتتعمق. بالظبط، هو نفسه بيقول لأعرفه وقوة قيامته، وده بعد سنين خدمة طويلة. وده كان بيبان في كلامه وكتاباته، صح؟ جدا. إزاي كان بيستخدم حاجات من الحياة اليومية عشان يشرح حقائق إيمانية عميقة. زي إيه مثلاً؟ يعني تلاقيه بيتكلم عن الزراعة والزرع اللي بينمو، أو عن البناء والأساس، أو حتة الألعاب الرياضية والسباق والجهاد. وكان بيقتبس كمان من شعراء يونانيين لما يكلم جمهور يوناني، مش عشان هو فان للفلسفة، لا، عشان يبني كوبري ليهم، يستخدم لغتهم عشان يوصلهم الإنجيل. يعني شخص مرن مبدع وبيتعلم طول الوقت. شخص متعدد الأبعاد، حماسه الناري يتوجه صح، وعقله وقلبه في رحلة تعلم ومعرفة مستمرة للمسيح ما بتنتهيش. والكورس بقى بيغطي تفاصيل أكتر بكتير وحاجات شيقة جداً. زي إيه اللي نعرفه وإيه اللي مش نعرفه عن بولس، أنواع الفريسيين ال7، وبولس كان ممكن يبقى أنهي واحد، وإزاي يستخدم الجنسية الرومانية بالظبط والقوانين اللي حمته، ومواجهته للفلسفات اليونانية زي الرواقية والأبيقورية. وحتى اقتباساته الشعرية اليونانية دي موجودة فين وإيه قصتها، وال14 نقطة الأساسية في استراتيجيته للكرازة. وكمان جانب تاني مهم، بولس كأب وراعي، وموقفه من الانقسام بين اليهود واليونانيين في وقته، واستخدامه لأمثلة الألعاب الرياضية زي ما قلنا، ومفهوم حسبة الحياة عنده بلغة التجارة، يعني حسبة المكسب والخسارة الروحية. كل دي مواضيع بتخلينا نشوف بولس بشكل مختلف تماماً. هتلاقوا رابط الكورس الكامل في وصف الحلقة. وكمان في رابط لأداة ذكاء اصطناعي، يعني زي تشات بوت كده، ممكن تسألوه أي سؤال في محتوى الكورس وهو يرد عليكم. حاجة جامدة يعني. طيب قولوا لنا في التعليقات، تحبوا المنيو الجاي يكون عن إيه؟ يا ريت نسمع اقتراحاتكم. بودكاست المنيو، وقتك ذهب،
اختار اللي ينفعك. سلام. سلام.